بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ الدرس الثاني من ورشة سكتش أب بالفوتوشوب. المفروض إن إحنا وصلنا للنتيجة دي بعد الريندر في سكتش أب. وبكده نكون نهينا مرحلة سكتش أب والريندر، ونبدأ في الدرس ده نشتغل على الفوتوشوب بحيث إن إحنا نوصل للنتيجة اللي إحنا شايفينها قدامنا دي. هنيجي ندخل. هو أنا هنا بالمناسبة هنا أنا عامل عربيتين كنت عاملهم بسكتش أب. هو بتنزل بلوكات من الوير هاوس، هبقى انزلها برضو. انا محبتش ان انا احطهم عشان ما ازحمش برضو الطريق. هي ممكن تتحط بالفوتوشوب بس عشان يبقى صعب ضبط الزاوية بالشكل ده. سهل ان احنا نعملها بسكتش اب. والبلوكات بتبقى صغيرة من على الوير هاوس، وبرضو ممكن ابقى انزل لكم البلوك ده على الوير هاوس على الجروب ان شاء الله. هنيجي هنا نقول له دي الخامات أو الصور اللي احنا هنستخدمها في الفوتوشوب، برضه إن شاء الله بنزلها على الجروب. هنيجي من هنا نقول له دخل لي ده على الفوتوشوب، نسحبه كده ونقول له دراج فيظهر لنا بالشكل اللي قدامنا ده. مستطيل طولي بالشكل ده. احنا قلنا المرة اللي فاتت لو حتى عملناه مستطيل وفيه جزء كبير مش أو مساحة كبيرة مش عاوزينها، هنبقى نعمل لها كروب بالفوتوشوب. فهنيجي من هنا نفتح القفل ده، نضغط دبل كليك ونقول له اوكي، ونيجي نحولها لسمارت اوبجكت. نضغط كليك يمين وبعدين نقول له convert to smart object عشان كل ما اكبر واصغر البيكسل بتاعها ما يقلش. اجي من هنا اقول له عمل لي كروب واضغط كليك واسحب، فيتعمل لي فريم بالشكل اللي قدامي اللي هو فيه إضاءة، ده هو اللي هيبقى معايا، والجزء الرمادي ده هو اللي هيتمسح. فأنا ممكن أظبط الكلام ده من هنا حسب ما أنا عاوز. فهاجي أقول له أنا عاوز المساحة دي معايا، وبعدين بعد ما أخلص آه، اللي أنا عاوزه بقول له إنتر. بعدين أجي على الزوم أو الزي من الكيبورد اللي هي حرف الزد، وأقول له كليك يمين وفيت أون سكرين عشان تملالي مساحة الشاشة. المفروض إن أنا هبدأ أحط الصور بتاعتي أو المبات بتاعتي اللي أنا منزلها من على النت أو المكتبة، أو إن شاء الله أنا هنزلها لكم على الجروب. نبدأ نشتغل الأول في الطريق أو اللي هو اللاندسكيب ده، وبعدين ندخل على بلوكات المباني دي. فهاجي من هنا بأداة السلكت، لو ضغطنا ضغطة طويلة شوية هيظهر لنا 3 أدوات للسلكت. احنا بنختار اللي في النص دي. هاجي أحدد الكلام ده كله، أضغط كليك وأسحب. أول ما أجي عند القفل بتاع الخط ده هلاقي على السهم بتاعي اتعمل دايرة كده، وأول ما أضغط ألاقي اتحدد لي بأداة السلكت بالشكل ده. ده اللي هو الجرين. أنا هاجي على الجرين ده كده أروح سحبه أحطه في الفوتوشوب، بس أنا عاوزه في صفحة جديدة، فأطلع فوق هنا ألاقي اتكتب لي موف، فأروح قايل له أوكي، أروح سايب الماوس وأجي من هنا أفتح القفل ده، وأجي أروح سحبه على الصورة دي، بسحبه وأجي على الصورة دي. يعني أنا هقفله تاني، أسحب وبعدين أطلع على الصورة اللي أنا عاوزها وأروح سايبه أعمل له دراج. هيبقى أداء، هيبقى التحديد فوق الصورة اللي أنا حاططها. أروح قايل له اد ماسك، ضيف لي ماسك، فيتعمل لي الصورة على السلكت اللي أنا عامله بس. وبينهم بيبقى فيه قفل كده عشان لما أجي أحرك الاتنين
يتحركوا معايا بالشكل ده. انا مش عاوز احرك الاتنين، انا عاوز اظبط الصورة اللي انا حطيتها بتاعت الجرين دي على الصورة الأصلية. فهاجي أفك الإف، بعدين أروح ماسك الصورة دي. هنا مش باينة عشان الصورة كبيرة نسبيا بالنسبة للصورة الأصلية بتاعتي، فهاجي أعمل لها سكيل، بضغط على شيفت عشان يتعمل بنسبة ثابتة، وبعدين أروح ساحب بالشكل ده كده. بعدين زوم في تاني سكرين. مثلا وليكن بالشكل ده. أنا خلاص استقريت على الشكل ده، بروح قافل الكلام ده كله، وأقول له أضغط دبل كليك عشان أجيب اللاير ستايل، وأقول له اعمل لي انتر شادو، فيعمل لي الخط اللي قدامي ده عشان يديني إحساس إن الأسفلت أو الرصيف أعلى من الخضرة دي أو الجرين دي. بقدر أتحكم فيه من هنا، بس احنا هنسيبه زي ما كان صغير كده. دي الجرين لسه برضه هنظبط فيه شوية، بس هنعمل مبدئيا كده. نيجي على تاني حاجة اللي هي الأسفلت ده. هاجي على الرصيف ده وأقول له حددهولي، هذا السلكت برضه بالشكل ده كده. وبعدين أجي على رصيف، أضغط فول فلير اللي احنا هنستخدمه، هنمسحه عشان ما يبقاش عبء على البرنامج. أقول له دبل كليك، وأجي من هنا أسيبها دراج، وأقول له اد ماسك، فيتعمل لي بالشكل ده. لا أنا عاوز أعدل، أروح فاتح القفل وأجي أحدد اللي أنا هعدله من هنا، وأقول له أعمل لي روتيت. طب هنا الأسفلت أو الرصيف واخد شكل منظوري كده وفي نقطة تهريب، فهاجي أضغط كنترول تي عشان أقدر أتحكم في النقط دي. كل ما أقرب يتعمل لي سحب كأنه شكل منظوري. ومن هنا برضه كنترول تي وأسحب. لحد ما تتظبط كده كويس مثلا. بعدين أضغط انتر، فتعمل لي بالشكل ده. أجي من هنا، المرة اللي فاتت كنا عاملين الانتر شادو، المرة دي هنعمل دروب شادو عشان يتعمل لي خارجي بالشكل ده. نيجي بعد كده على الواجهة دي، نبدأ نديها الماتيريال ده أو الخامة دي. فهنيجي نحدد الكلام ده كله. هنا أنا كنت مديها الصورة دي، أسحبها
وأقول له دراج. هنا الصورة كبيرة قوي، فأروح قايل له ميك ماسك. هو كده كويسة. بس لو مسحنا الصورة دي هنلاقي إن هنا في ظلال كده ونور والكلام ده كله. طب هنا مش موجود، فلازم أظهره عشان تبقى واقعية. فبروح جاي من اللاير هنا، أغير السيستم بتاعها، أقول له خليهولي مالتيبلاي، فيبدأ الشادو فعلا يظهر معايا والنور. وهي دي اللعبة في الماتيريال اللي احنا هنقعد نعملها كل شوية. هنقعد نعمل مالتيبلاي عشان ياخد الظل والنور والخامة اللي كانت وراه، الإفكت بتاع الخامة اللي كان وراه، اللي هي الإضاءات والحاجات دي كلها. نيجي من هنا نشوف ناقص الإزاز ده في الدور الأرضي، فهنيجي نعمل الإزاز ده. نيجي من هنا دراج، نقفل اللي احنا مش عاوزينه. دبل كليك وبعدين نجيبه. لا، احنا معملناش سيلكت الأول. هنعمل سيلكت الأول على اللي احنا هنعمل له إزاز. هنيجي هنا كده، دي داخلة شوية. حد هنا كده مثلا، ونقول له دي يعملها لنا إزاز. طبعا كبيرة، احنا هنعمل ماسك، بعدين نبدأ نعمل لها سكيل. هنا هو محدد لي على الماسك، أنا عاوز أحدد على الماب أو الصورة اللي أنا عاوزها. بعدين أقعد أعمل لها سكيل لحد ما تتظبط معايا، وأجي أضغط كنترول تي عشان أبدأ أعمل اللي هو الشكل المنظور التاني. مثلا لو هي كده اتظبطت معايا، بعدين أجي أقول له عملها لي multiply، فيديها الشكل ده، يبدأ الخيال والظل يظهر عليها. هاجي على تاني بلوك، نعمل الكلام ده كله جروب الأول، كنترول جي، فيدخل لي جوه جروب عشان أبدأ أعمل الإزاز كله في جروب. فهاجي من هنا أقول له حدد لي الصورة دي، هات لي الإزاز ده مرة كمان، أعمل له ماسك. هنلاحظ هنا إن هو بقى في الجروب اللي أنا كنت عامله. أفتح الماسك، أدخل على الصورة عشان أقدر أعدل فيها، شيفت وأبدأ أعمل سكيل. كنترول تي عشان أظبط الشكل بتاعي. نبدأ بقى هنا نظبطه بحيث إنه يبقى متماشي مع الإزاز اللي قبله. مثلا بالشكل ده كده، وبعدين نقول له اعملهولي multiply.
فياخد الشادو بتاع الضوء اللي نازل. يجي على آخر حاجة اللي هي البلوك التالت، وأقول له حددهولي وهاتلي برضه الإزاز ده، اعمل لي ماسك وافتح الكلام ده. عاوزين نعدل في الصورة، كنترول تي عشان نبدأ نعدل في المنظور. تمام كده، أقول له انتر. هنا الصور مبكسلة قوي عشان أنا كنت مصغر الريندر بتاعي، الفريم بتاعي في الريندر في سكتش اب. زي ما انا قلت لكم بيبقى على حسب امكانيات الجهاز، ممكن تزودوها قوي، كل ما تزيد كل ما كان هيبقى الكلام ده اوضح. هو انا سايبه كده عشان مش هيبان، لان انا هاخد اللقطة من بعيد. لما اخدها من بعيد بالشكل ده مش هيبان البكسلة. بس انا بقول عموما يعني لو احنا عاوزين نشتغل ببكسل تكون عالية، أو اللي هو درجة الوضوح تكون عالية شوية، فبنبدأ نكبر الفريم ده. لو هو عندي مثلا من 21 في 27 مثلا، ممكن نخليه الضعف يبقى مثلا 40 في 60 أو حاجة زي كده، حسب ما احنا هنشتغل. أنا بس بنشوف الطريقة وبعد كده بنشتغل زي ما احنا عاوزين. أجي أقفل الكلام ده وأقول له اعملهولي ملتبلاي، فيبدأ ياخد الشادو. كده احنا خلصنا الدور الأرضي. ببدأ أشتغل في الجزء اللي فوق ده. الجزء اللي فوق سهل، هو أنا عاوز أعمل الخامة دي اللي هي خامة البياض ده أو الدهان ده المحبب هنا، بحيث إنه يديلي شكل كده أو منظر. فأنا هاجي أحدد بأداة الماجيك سيلكت دي، بس لازم أحدد أنا هشتغل فين. هاجي على اللاير بتاعة المبنى الأصلي، وبعدين أعمل بأداة الماجيك فيظهر لي السلكت حوالين اللون المتصل. هنا أنا ممكن أعمل له continuous أو أشيل العلامة. لو شلت العلامة هيعمل لي كل الأبيض بنفس الدرجة دي اللي في الصورة كلها. يعني لو حددت كده الأبيض اللي محدده لي ده هو نفس الدرجة دي. بحدد الدرجات من فوق هنا اللي هي التوليرانس الاتزان. هاجي أقول له مثلا لو أنا خليتها 30، هتلاقي الألوان القريبة من الأبيض. يعني ده مثلا أبيض بس مش قوي، ده أقرب للجري سنة، فهيبدأ ياخدهولي برضو، خد لي مساحة أكبر. كل ما أزود ده لو خليته 70 هياخد لي الأقرب للأبيض، خد لي مساحة كبيرة، وهكذا. وكل ما أقلل بياخد الدرجة قريبة جدا، أقرب درجة ليها اللي هي الدرجات دي. هنا هياخد لي الدرجات دي من كل الصورة. هبدأ أقول له لأ، أنا اعملها لي كونتينوس اللي متصلة بس. فلما أجي أعمل سيلكت هيحدد لي الجزء ده بس، وأنا عاوز فعلا الجزء ده. فهاجي من هاجي أقفل ده الأول. أنا عاوز هشيل السيلكت، هشيل التحديد اللي أنا عامله كنترول دي فيتشال التحديد. هاجي الأول أحط الصورة وأعمل لها سكيل عشان أنا عاوز أعملها بطريقة معينة. هاجي من هنا كده واضغط Alt واسحب فيعمل لي كوبي. Alt واسحب
أسحب واحدة كده واحدة كده. كده أنا مليت الجزء ده. هبدأ من هنا ألاقيه عمل لي كوبي كتير، أروح واقف عند أول نسخة وعند الأصلية، أقول له شيفت وأضغط، فيحدد لي كل اللي ما بين اللايرين اللي أنا اخترتهم. بعدين أجي أقول له كليك يمين ميرج لايرز، فيعملهم لي في لاير واحدة بس. أجي من هنا بقى أقول له حدد لي الكلام ده، وأقف هنا وأقول له اد ماسك، فيتعمل لي ماسك بالشكل ده. أروح قايل له اعمله لي ملتبلاي، فيتعمل بالشكل ده كده. أجي آخد نسخة تانية الت وأسحب اللاير دي أطلعها فوق شوية، فيتعمل لي نسخة تانية. أروح قايل له أنا مش عاوزها هنا، شيل لي السلكت ده، الماسك ده. أقول له ديليت، يقول لي عاوز تمسح الماسك؟ أقول له اه. طب أسيب لك الماسك القديم؟ أقول له لأ، ديليت، فيتعمل لي بالشكل ده. أنا هنا مش هقول له ملتبلاي، أخليه نورمال لحد ما أخلص. أجي هنا أقول له حدد لي الكلام ده. هنا محددهوش كله، فباجي أضغط شيفت وأزود لحد ما يخلص. مثلا وليكن كده. أجي أروح ساحب اللاير التانية دي. أنا ما عملتهاش من الأول قبل السلكت، فلازم أعملها قبل السلكت. أجي أسحب اللاير دي كده، وبعدين أقول له سلكت، هنعمل تحديد المرة دي بالسلكت العادي عشان نخلص. ونيجي نقف هنا ونقول له add mask، بس خليهولنا multiply عشان ياخد الشادو بتاعه. ويجي أسحب آخر واحدة. هنعمل التلاتة جروب واحد، نحددهم، نضغط كنترول عشان نجمع بين كذا لاير، وبعدين نقول له من جروب اللي هي كنترول جي، أو بنيجي نقول له من هنا. لا، هي مش موجودة هنا. لو احنا بنروح قايلين له جروب من الجزء اللي تحت ده، نقول له جروب، فيتعمل لنا جروب. وبعدين نروح مدخلينهم فيها، نروح ساحبينهم كده لحد ما نقف عند الجروب، وبعدين نروح قايلين له ندخلهم لنا في الجروب كده. بيكونوا التلاتة في جروب واحد. أجي هنا عند التالتة أقول له شيل لي الماسك ده، ديليت، خليهولي نورمال عادي، اسحبهولي على آخر واحدة، نعمل سكيل شوية. طيب آخر واحدة أنت عاوز فيها إيه؟ عاوزين الجزء ده. وبعدين نقف هنا ونقول له add mask، في حاجات ما اتاخدتش. تمام كده. وبعدين نقول له multiply. تمام كده، بتهيألي كده الماتيريال دي اتظبطت. تمام. نبدأ بقى نضيف البلوكات بتاعتنا اللي هي الأشجار والكلام ده كله. هاجي هنا هقول له أنا مش محتاج الأبيض ده. الأول نفتح ده
أيوة أقول أنا مش عاوز سمارت. وبعدين نجيب أداة الماجيك، نمسح الأبيض ده أو نسيبه برضه. وبعدين نيجي على البلوكات بتاعت الأشجار دي، هاخد الشجرة دي كده، هي المفروض بي إن جي. بي إن جي يعني إيه؟ يعني لما أجي أفتحها كده هلاقيها بتتسحب لوحدها، ما فيهاش الخلفية البيضة اللي بتبقى في الجي بي جي. بتبقى برضو زي ما احنا قلنا، بنبدأ نعملها بالأداة السلكت لما بيبقى فيها أبيض. يعني مثلا أجي أعمل لير هنا وأقول له أعمل لها فيل أبيض، هنلاحظ هنا إن هي نعمل لها ميرج كده. الصورة بقت فيها خلفية بيضة. هاجي من أداة السلكت ماجيك، مش هعمل له كونتينوس، هسيبه أقول له لأ اختار لي الأبيض كله. فلما اختار الأبيض أضغط على الأبيض هنا فيعمل لي كل الأبيض اللي بنفس الدرجة، أقول له ديليت ويبدأ يرجع. كنترول دي يبدأ يرجع بالشكل ده كده. هاخد الشجرة دي وأسحبها على اللاير ده، هنلاقيها كبيرة جدا، طلعها فوق. نبدأ نصور شيفت ونصور عشان تصور بنفس النسبة. زد نقرب لحد ما تظهر معانا بالشكل اللي احنا عاوزينه. بعدين نبدأ ناخد أرض ونسحب، ناخد كذا كذا جزء. نبدأ نمسح الجزء اللي على المبنى. في جزء من الأول ده عشان يبان إنه ورا. ممكن نسحب الرصيف بالشكل ده. وبعدين ممكن نجيب حاجة زي كده نحطها في الخلفية ورا عشان نشيل الأصفار. نخلي الأشجار دي كلها جروب واحد، كنترول جي فيتعمل لنا جروب. أجي هنا أقول له أعملها لي سكيل زوم. أنا هخليها ورا الأشجار دي كلها حسب الليرات، أخلي اللير آخر لير فتعمل لي بالشكل ده. أجي أسحبها ألت وأسحب عشان أعمل كذا نسخة. ألت بس كده. في جزء اللي هو الجزء ده هاجي أقول له اعملها لي شجرة، اسحب لي واحدة
من دول وأظبطها لي كنترول تي. كنترول تي. أنا عاملها جروب، آسف. كنترول تي وأبدأ أظبط فيها لحد ما تتعدل معايا كده. الجزء ده اتظبط. يبقى ناقص شوية شجر هنا. أروح جاي على الشجرة دي، أخدها هنا. أنا عارف إن هي BNG، أبدأ أظبط فيها. هنا مش معاها الشادو، فلازم أبدأ أعمل الشادو، أخد منها كوبي، وبعدين أقول له لغيلي ماجيك السمارت. بعدين أجي من هنا كنترول تي، أبدأ أظبط ميلان الشجرة على الحيطة. وممكن أجي أسحب برضو الكلام ده عشان هي تبقى واقفة على الحيطة. كنترول دي وأقول له adjustment exposure عشان أخليها سودا وأخفف الشفافية شوية. أنا عارف إن الظل مرمي كده. بعدين أجي أخلي اللاير دي تحت دي، وأعمل الاتنين دول جروب واحد عشان تبقى شجرة بالظل بتاعها، وأجي أسحبها جنبها شوية كده، بس أكبر سكيل سن حسب المنظور. بالشكل ده. ممكن أجي أدي أعمل لاير وأدي شوية إفكت هنا بالفرشة. أغير بعدين أخففها. ممكن أجيب الشجرة دي برضو، أبدأ أعمل كأن في فروع خارجة منها، وأروح واخدها هنا كنترول تي، وأبدأ أظبطها على الأرض. الخيال بتاعها نشوف عدلتها هتبقى ازاي. أنا مثلا كنت حاطط طيور،
وطيارة. هاجي على الطيور هنا، اخد اي شوية كده، وابدأ اعمل لهم سكيل. واخد الطيارة، من هنا، اقول انا مش عاوز الابيض ده، بس هنا انا عامله مش كونتينوس، فهيحدد لي الابيض، درجات الابيض اللي في الطيارة، انا مش عاوز كده، فهاجي اقول له حدد على كونتينوس، واقول له سيلكت، فيعمل لي سيلكت على اللي حواليها برضه، لان هنا عامل لي على الطيارة برضه اجزاء من الطيارة. فابدأ بقى ده سيلكت هنا، اضغط Alt عشان يعمل لي ماينس، اسحب على الاجزاء اللي انا مش عاوز اعمل لها تحديد، فيعمل لي تحديد بالشكل ده كده. اجي اقول له ديليت، فتفضل لي الطيارة لوحدها، اروح واخدها واجيبها هنا، ابدأ اعمل لها ريسكيل لحد ما تتظبط. ممكن اجي من ال... من هنا افتح عشان نعمل اللي هي الحشيشة دي، تبقى موجودة هنا. وابدأ من adjustment image adjustment، اظبط الالوان بتاعتها بحيث انها تبقى قريبة للجرين بتاعتي. تمام كده، اقول له اوكي. لحد كده ده ممكن يبقى الوضع النهائي بتاعنا، بس ممكن نظبط شوية في, في ألوان الصورة. فهاجي أحفظ الصورة بأي صيغة بره هنا، مثلا واحد، أقول له سيف كي، هذه الصورة، نمسح اللخبطة دي كلها، ونيجي هنا نقول له هات لنا الصورة، تيجي بالشكل ده. أبدأ بقى ألعب في الألوان بتاعتها والإضاءات.
ممكن أجي من هنا خلينا في الكولر بالانس أظبطها نديها شوية بالشكل ده، بحيث إن الصورة النهائية بتاعتي تبقى بالشكل ده كده. تهيألي ده اللي كان مطلوب إن إحنا نعمله. نسينا نحط شوية أشخاص، ممكن إحنا نبدأ نحطهم، وزي ما شفنا الخيال بيتعمل إزاي. بكده نكون خلصنا آه، إظهار المنظور بتاعنا أو المبنى بتاعنا في الفوتوشوب. إن شاء الله في الدرس الجاي هنعرف إزاي نقلبه من مشهد نهاري لمشهد ليلي. يا رب تكونوا استفدتم من الورشة دي، وبنكمل في الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.